ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بحكايه جين سارق قدرات الاموات. بس لو انت اول مره تتفرج على حكايه جين الاسطوريه فانصحك تروح تتفرج على الاجزاء اللي فاتت منها على صفحه القناه، وهسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اما دول بقى فحبايبي اللي كل مره بيبهروني بكلامهم الجميل وانهم بيعرفوا كلمه السر صح. اما دول بقى فحبايبي الاساطير اللي منتسبين في القناه. وكالعاده قبل ما نبدا يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو اول مره تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. شوفنا في الحلقة اللي فاتت إن سوسن قالت لجين إنه لازم يرفع مستواه في الجمعية، خصوصا بعد المجهود الجاحد اللي عمله في الزنزانة الاستكشافية، وهو عمل كده وبقى رسمي فهمي نظمي صياد بالرتبة إيه. شوفنا كمان إن نقابة الكارما عملت كسر في الزنزانة اللي فيها أراش اللي النظام طلب من جين إنه يخلص عليه. وشفنا كمان إن الجمعية طلبت من جين وهيوجين إنهم ينضموا ليهم في إنهم يخلصوا على أراش، والكلام ده طبعا كان في صالح عمنا جين. شفنا كمان ان جين قدر يعمل سيف التنين المزدوج الاسطوري بنفسه، ودي حاجة طبعا خارقة للطبيعة، بس هو عمله مخصوص عشان يخلص بيها على اراش. شفنا كمان ان اراش اقوى من كل فرق الجمعية والبحارة، وكان مرقص السفن بتاعتهم على رجل ونص لحد ما وصل عمنا جين والموضوع انقلب اخيرا لصالحهم. وده طبعا بيعصب اراش جدا وبيقول له انت يا حشرة يا صعلوك، انت فاكر نفسك هتقدر عليا؟ ده انا ملك البحار، وطول ما انا في البحر كل اللي في البحر بتاعي ومحدش هيقدر يغلبني. وبيستدعي سفينة حربية ضخمة وبيحدفها ناحية سفينة جين، وجين بيبقى واقف مصدوم ومش عارف هيعمل ايه. لكن لحسن حظه ان اراش جايب السفينه ديت عشان يركبها ويحاربوا بدل السفينه اللي هو دمرها له. وجين اول ما بيشوفه كده بيتحمس وبيقول ده كده تمام التمام قوي، يلا بينا نوري له احنا ممكن نعمل ايه. والجري يا معلم نص الجدعنه، وعم جين ابو الجدعنه كلها بيطلع يجري بالسفينه بتاعته، واراش بيجري وراه بسفينته بيقول له على فين يا حلو، انا وراك وراك والبحر ليه اخر، واول ما توصل لاخره همسكك وهاخد المركب الصغيره بتاعتك دي واحولها كمان لمركب اشباح. هي فعلا سفينه جين جنب سفينته مركب يا جماعه، هو عايز ياخدها منه غرور وحب امتلاك مش اكتر. لكن جين صايع ومش سهل، وكان بياخده على مكان فيه الصخور بيزنق سفينته بينهم. وبيتصدم قراش اول ما بيشوفهم وبيقول ايه ده، انت كل ده كنت مخطط له من البدايه وخلتني امشي وراك في وسط الدخان؟ وبعدين ايه ده كمان، هي الجبال ديت ظهرت امتى؟ جيم بيضحك وبيقول انا بدخان او من غير دخان اقدر اني اشوف كل حاجه، وده طبعا عشان ميزه خريطه غاتشا اللي عندي. راش بيتعصب جدا وبيقول له انت فاكر ان شويه الحجاره دي هتوقفني؟ ده انا هكسرهم وهجيلك حالا. لكن بيفاجئ انه كمان مش قادر انه يتحرك، لان جين كان عامل حساب كل ده ولعبها صح، ودخل سفينته بين الجبال عشان طيار المية يبقى قوي وما يعرفش يتحرك بعد ما يتزنق بين الصخور. وقراش بيتجنن من اللي عمله جين وبيقول له انت فاكر ان حتة عيل صغير بشري زيك هيقدر يهزمني وانا ملك قراصنة الاشباح؟ ده انا هقتلك حتى لو استخدمت كل قوتي دلوقتي. وعينه بتبرق من كتر الطاقة، وبعدها السفينة كلها بتشعب الطاقة وبتبدأ إنها تخرج من بين الصخور بكل قوة. وجين بيضحك وبيقول له ما تقلقش أنا عامل حسابي على كل حاجة، وبيستخدم بعدها مهارة التعديل الحالي وبيرجعهم مكانهم وبيرفع سيفه عشان يخلص عليهم. لكن سيد البحار كان وقته للأسف خلص، وقال لجين إنه لازم يمشي دلوقتي، كمل أنت بقى لوحدك من غيري وابقى طمني المرة الجاية عليك. فبيشكره جين على مجهوده الجاحد معاه. واليكسا بتتوتر وبتقول له هنعمل ايه دلوقتي، احنا كان المفروض نخلص عليه قبل ما يمشي. فبيقول لها جين ولا حاجه، دلوقتي دور بطل جديد. وبيطلع لعبه دمج غاتشا وبيخرج له كارت اسود بلسانه وبيقول له عايز تجربه؟ فبيقول له جين ايوه طبعا. وبنعرف ان جين اخذ الكارت ده كمكافاه من النظام عشان عمل اول سلاح اسطوري. وبيستخدم جين في الدمج تريس وموريد عشان يطلع له بطل خارق جاحد ويكون عنده مهاره الرمايه والسيافه بمستوى عالي. وبيتفاجئ بعدها ان عدد الكروت السوداء اللي ظهر له المره دي قليل جدا عن كل مره. ومره واحده السفينه بتاعت جين بتنور وقراش بياخد باله وبيقول هي المنى الجامده دي جايه من فين؟ لكن بيتصدم على طول اول ما بيشوفها خارجه من جين اللي بيكون جسمه بعينيه بيتشعب الطاقه، والسيف اللي معاه اندمج مع اسوره ملك الاسلحه وبقى سيف
أسطوري وهيقدر يخلص على أي وحش مهما كانت قوته إيه بضربة واحدة بس. وبيظهر البطل الأسطوري اللي جين استدعاه وبيكون اسمه أرثر في المستوى 201 ومانته 356. وكالعادة طالما هي بطاقة مجانية يبقى مفيش أي مهارات، بس هو هيحتاج مهاراته في إيه؟ ده كفاية قوته الجبارة. المهم قراش أول ما بيشوف جين كده بيترعب وبيبقى عايز يفلق ويهرب بأي طريقة، لأنه عارف مفيش أي فرصة ليه قدام جين دلوقتي، لكن كبرياءه كقرصان بيمنعه إنه يسيب سفينته والطاقم بتاعه يهرب. فبيستخدم آخر مهارة معاه وبيقول لجين: أنا سيد البحار، مستحيل أتهزم على إيد حتة عيل زيك، وريني بقى هتقدر تفادي الهجوم ده إزاي. وجين كمان مستحيل إنه يتهزم ودي فرصته الأخيرة، وعلى طول بيطلع يجري على راش وبيضربه ضربة سيف واحد بيقسم ليه السفينة وبيخلص عليه هو وسفينته وطقمه وبيهزموا شر هزيمة وبيختفي أراش من الوجود مهك في عز شبابه. المهم بيتنهد جين من كتر التعب وبيقول أخيرا خلصت منه، لكن بيتفاجئ بصوت رسالة النظام إن مستواه ارتفع 10 مرات. وبيقول ده إزاي؟ ده وحش خرج من كسر زنزانة، ده أنا لما قتلت 311 كلب قبل كده ما زدتش غير مستوى واحد بس. وبتقطع تفكيره أليكسا وبتقول له: سيدي أظن إن وقت استدعاء السفينة خلص خلاص. وبتختفي السفينة من تحت جين وبيقع جين في البحر. وبيشوف بعدها السفينة اللي تبعه وبيكونوا عمالين يهيصوا إن أراش مات وإنهم لسه عايشين وبخير. وجيم بيقول دول فرحانين لمجرد إنه مات ومش فارق معاهم مات إزاي. وبيشوف بعدها طاقية أراش طايرة وبيمسكها وبيلاقيها أداة بتزود المانا نقطة والإحصائيات نقطتين. وبيقول دي أداة مميزة جدا، بس للأسف الواحد مش هيقدر إنه يلبسها بسبب شكلها المريب ده. لكن على طول الطاقية بيتغير شكلها المنديل وبيعرفوا النظام إنها تقدر تغير شكلها لأي حاجة يتخيلها صاحبها. بيفرح جدا جين وبيقول دي حاجة جحدة جدا. ومرة واحدة بتظهر العفريتة ويندي وراه وبتعفرته حتة عفرتة زي كل مرة. والواد جين يا جماعة مستحيل يخلف بعد كل الخضات اللي بياخدها من ويندي دي. وبيروح بعدها جين يطلع على السفينة اللي تبعه وبيقول لويندي: انت من امتى وانت بتراقبيني؟ فبتقول له ويندي وهي فرحانة: تقدر تقول اني المرة دي ما قدرتش اشيل عيني من عليك ولا ثانية، حتى اني شفتك لما قلعت السلسلة اللي اديتها لك وقت ما كنت بتتحارب مع القرد. بيفرح جدا جين لما بيشوف السلسلة وبيقول: سلسلة الحظ ممكن بقى ترجعها لي بما اني خلاص وصلت للمستوى الثالث؟ بتقول له ويندي: لا خلاص، ولا اقول لك خليها معاك لانك هتحتاجها في المستقبل. دلوقتي عرفني، انت برغم انك بتاخد كروت سودا لكن مش بتقدر تاخد مكافئتها بعد ما بتمشي، صح؟ فبيقول لها جين: ايوه عندك حق. فبتقول له ويندي: هو في الطبيعي مفيش فرق كبير في الهدايا اللي بتخرج من الكروت الالماسيه والكروت السوداء، بس بما انك حبيبنا وصاحبنا وقدرت تخلص على قراش لوحدك فانا هخلي مكافاه الكروت السوداء حاجه مميزه جدا. بيتحمس جدا جين وبتطلع ويندي عجله حظ وبتقول له: ايه العجله دي فيها مهارات من المستوى الثالث، وانت وحظك بقى ممكن تاخد مهاره من المستوى الثالث في كل مره. بيتعصب جين جدا وبعدين بيهدى وبيقول لها: انت ليه بتعملي معايا كده؟ ده انت حتى لو بتساعديني مش ملاحظه ان مهاره بالمستوى الثالث حته صغيره جدا؟ انت شايفه ان ده عدل يعني؟ انت زي اللي بيقول لي انت مستحيل هتاخدها. بتضحك ويندي وبتقول له: ده الطبيعي، انت عايز تجيب المهاره اللي بالمستوى الثالث زي المهاره اللي بالمستوى الاول؟ لازم يكون فيه مشقه عشان تحس بطعم الفرحه يا صديقي. ولو مش عاجبك انا ممكن اديلك مكافأة عشوائية زي مكافأة الكارت الألماسي. فبيقول لها جين: لا 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 خلاص انا هدور اهو. وبيروح يقف قدام عجلة الحظ وبيقول: حظ تاني؟ صح، يبقى لازم استدعي. وبيخرج ليه واليكسا وبيلبس السلسله وبيقول لهم بكل حماس: احنا في لحظه حماسيه لازم نجمع كل حظنا الحلو احنا التلاته عشان نجيب مهاره بالمستوى الثالث. انا هعتمد عليكم. وبيدورها وبعد توتر وتعب اعصاب منهم كلهم اخيرا بتقف عند الرقم 3. بيطير جين من الفرحه وبيفضل يرقص وبتجيله رساله تانيه بمكافاه جديده عشان هو من اول لفه جاب المستوى الثالث وحظه عالي العال. وليو بيحب يجود وبيقول له: مش قلت لك يا سيدي اعتمد عليا؟ ده انا حظي جاحد. فبيقول له جين: ايوه فعلا عندك حق، بس خلينا الاول نشوف اخدنا ايه. لكن بيتصدم لما بيشوف المهاره اللي اخدها راحت عند ليو مش عنده هو. فبيمسك ليو من زماره رقبته وبيقول له: رجع ليا مهارتي يا حرام انت. وليو بيقول له: والله ما اخدت حاجه ولا اعرف انت بتتكلم عن ايه اصلا. وبيبص جين لويندي وبيقول لها: على فكره ده حرام جدا، انا المفروض اللي اخد المهاره ديت مش هو.
فبتقول له ويندي طيب ما تجرب تلغي ليه وتبص تاني بس كويس المرة دي. بيدخل يشوفه وبيتفاجئ ان هو كمان اخد مهارة الامر بالمستوى الثالث، وبيفهم ان ليو اخدها من المكافأة التانية اللي جات له بسبب الحظ الجاحد. بيفرح جين وبيقول دي حاجة جاحدة جدا، ده انا كده هستدعي ليو هو اللي هيستخدمها، بما انه بيستخدم منع قليلة غير كمان الامر مع الحظ دي هتكون ميزة كبيرة في صالحي جدا. وبتقول له ويندي ودلوقتي خليني قبل ما امشي اعدل لك شويه في السلسله دي واخليها اهدى، غير كمان طول ما انت لابسها محدش هيشوف ليك غير 3 مهارات بس، ودلوقتي انا لازم امشي. وبيسمع جين بعدها صوت القبطان في المايك انهم خلاص داخلين على الشط بسلام وامان. وبتعدي الايام والساعات وعم جين شغال على نفس المنوال، تدريب ودخول زنزانات وتطوير في نفسه. وفي يوم من الايام بيكون جين في زنزانه مع فريقه سيون وكانغ، وكان جين مبهور بقوة كانغ الجديدة وإن مستواه ارتفع 20 مرة في فترة قصيرة جدا، ده كمان كان قادر يصد خنزير بري لوحده بكل سهولة، بس الكترة تغلب الشجاعة لأن الخنزير أبوه وأمه بيجروا عليه عشان ينقذوه، وبيبقوا هما التلاتة على كانغ وساعتها بيبقى مش قادر وبيطلب المساعدة من جين وسيون، وجين بيضحك وبيستدعي ليو، وليو أول ما بيخرج بيفرح جدا وبيقول له أيوه بقى أخيرا هشارك في القتالات، بس كل اللي بيعمله إنه بيستخدم مهارته الجديدة الأمر على كانغ وسيون، وده طبعا لأن ميزتها إنها بتقوي الفريق الحليف وبتحسسه بالنشاط والقوة. وده اللي بيحصل مع كانغ وسيون وبيحسوا ان جسمهم بقى اخف واقوى، وبينزلوا على الزومبي اللي بيهجم عليهم فين يوجعك، خصوصا بقى البت سيون لان الزومبي بيكرهوا القديسيين جدا فهي بتنتقم منهم. وجيم بيستغل الفرصه وبيستخدم مهاره الملاحظه عليهم وبيشوف مستواهم، وبيلاقي سيون في المستوى 27 وكانغ في المستوى 45. يا ابن الجحده يا كانغ ايه التطور الرهيب ده، وحتى جيم بيتصدم ان مستوى كانغ زاد من امبارح لحد النهارده 7 مستويات مرة واحدة، وبيعرف إن السبب في تطوره الرهيب ده هي مهارة روح الكاموكا بتاعة القرود. وبياخد باله كانغ وسيون من صدمة جين وبيقول لهم جين انتوا آخر مرة شفتم نظامكم إمتى؟ فبيقول له كانغ ده من بدري هدخل أشوفه أهو. فبيقول له جين لا طبعا انتم دلوقتي منتصرين والزنزانة في صالحكم، ما ينفعش تضيعوا الفرصة ديت في لحظة تهور منكم، ابقوا شوفوها لما تخرجوا بره، بس أوعدكم إنكم هتتصدموا برضه. وبيروحوا بعدها يدخلوا أوضة الزعيم وبيحصل الطبيعي، يعني بيقدروا إنهم يخلصوا عليه بكل سهولة خصوصا بعد تقوية ليو ليهم. وبيرتفع مستوى جين لكن بيتفاجئ برسالة من النظام إن إحصائياته وصلت ل 99 ومش هينفع إنها تزيد تاني. بيتصدم جين وبيقول لنفسه أنا كنت عارف إن اليوم ده جاي بس ما كنتش متوقع إنه هيجي بسرعة كده وإني هزعل واحتاس لما يجي. طيب إيه المفروض إيه اللي أعمله دلوقتي أو أطور من إحصائياتي إزاي؟ مفيش قدامي غير كورات غاتشا المستقبلية هي اللي هتساعدني. وبتخرج ليه كورة بتعرفه إنه لازم يتواصل بنفسه مع النظام وهيبعت ليه النظام زنزانة هتتفتح ليه لوحده. وبيروح جين على مكان الزنزانة وبيظبط إحصائياته كلها على الساعة وبيسمي باسم الله وبيدخل الزنزانة، وأول ما بيدخل بيلاقي نفسه بيقع من 7 سما وبيبقى مرعوب وخايف لحد ما بيقع على سحابة وبيظهر إن في وحش واقف عليها، وعلى طول جين بيطلع سلاحه وبيستعد للقتال وبيقول له أنت مين؟ فبيظهر طائر بجسم شبه جسم البشر وبيقول له دي حركة كويسة جدا منك إنك ما تثقش في أي حد تشوفه خصوصا لو كنت في مكان غريب، بس نزل سلاحك أنا حليف مش عدو هشرح ليك كل حاجة بالتفصيل. فبتقول له أليكسا أنا حاسة إنه بيقول الصراحة، وبينزل جين سلاحه وبيمد الطائر إيديه وبيقول له أنا اسمي غرايند الطائر السريع وأنا اللي متعين إني أشرح لك كل حاجة من النظام. فبيقول له جين طيب إحنا فين دلوقتي؟ فبيقول له غرايند إحنا طايرين في السماء ورايحين على جزيرة الجبال المقدسة اللي اسمها ديالا، قليل جدا من الكائنات اللي قدروا زيك يوصلوا لأقصى حد وكلهم جايين عشان يدخلوا زنزانة التحديات وكلهم هنا عشان يرفعوا مستواهم، عشان كده خد دي هتحتاجها وبيديله حجر أحمر. فبيسأله جين عبارة عن إيه اختبار النظام ده؟ مش بيرد عليه غرايند وبيقول له احنا وصلنا اهو. وبيبص جين على الجبال وبحركة غدر من غرايند بيزقه من على السحابة على الجزيرة، وبيترعب جين وبيفضل يصوت وبيقع على الجبل زرع بصل، لكن لحسن حظه ان الحجر اللي معاه بيكون عامل ليه حاجز وبيحميه وما بيحصلوش اي حاجة. وبعدها بيلاقي فيه فرقعة احتفالات في السماء وبيبص عليها وبيبقى مش فاهم حاجة، بس بيفهم اول ما بيشوف الرسالة اللي ظهرت له من النظام وبتعرفه ان اللعبة بدأت وانه دلوقتي في تحدي بينه وبين الموجودين على اللقب،
وإن اللي هياخد اللقب ده هو اللي مستواه الأعلى هيتفتح عنده وكمان هيبقى أقوى وهيتطور أسرع، وواحد بس اللي هيقدر ياخد اللقب ده. وبيتحمس جين وبيفرح وبيقول لعبة، ده أنا سيد الألعاب. وعلى طول بتتفعل عنده مهارة اللعبة اللي بالمستوى الثالث، وبتزيد كل إحصائياته وقوته 3 أضعاف. وبيقول بكل تحدي يلا نجرب التحدي ده، وبيطلع يجري في الجزيرة لحد ما بيوصل للجبل، وبيقول هو ده الجبل، يبقى المفروض إننا نتجمع عنده. أنا قادر إني أشوف مكاني في الجزيرة بسبب ميزة الخريطة اللي معايا، بس أكيد الباقي ما عندهمش نفس الميزة، وأكيد هيحاولوا يطلعوا الجبل عشان يقدروا يشوفوا كل المكان ويكشفوه. عشان كده انا هستخبى واصطاد كل اللي طالعين الجبل. وللاسف انا اتفعلت عندي مهارة اللعبة، بس طلعت برضو مش شغالة هنا عشان وصلت لاقصى حد عندي. ده لو كانت اشتغلت ده انا كنت هبقى حاجة 13 خالص واخربها. وبتسمع اليكسا ان في حد جاي عليهم من وراهم، فبيستغرب جين وبيقول لها انا مش سامع صوت حد، وبعدين المفروض اللي هيجي يهجم عليا من الجبل مش من الجزيرة. فبتقول له اليكسا خلي عندك ثقة فيا، انا عمري قلت لك على حاجة وطلعت غلط. والبت اليكسا بيكون عندها فعلا حق، في ذئب بيكون بيراقبهم وبيشوفوا جين وبيقول لها ده طلع ذئب بري، انت دايما خوافه كده، لكن الذئب البري ده بيطلع يجري عليه وبيهجم عليه. وجين بيتصدم من قوه هجومه ومن قوته الجامده دي، وبيستخدم عليه مهاره الملاحظه وبيقول ايه الذئب الجاحد ده، وبيعرف ان اسمه ليليو وفي المستوى 92 وعنده مهارات واحصائيات زي البشر. وبيقول جين يوه ازاي نسيت حاجه زي دي مسابقه لكل الفئات فممكن الوحوش تشارك فيها عادي. وبيقول له ليليو ده انت طلعت مميز عن غيرك بسبب احساسك العالي، ولولا الاحساس ده لكان زمانك بين اسناني دلوقتي، بس احنا فيها. يلا بقى بكل هدوء سلم نفسك لاسناني وما تقلقش، هحاول اني اعضك بالراحه. بيطلع جين سيف صغير وبيقول له تسمع عن كبده هوهو اللي بتتباع ب3.5؟ جهز نفسك عشان هتحصل اخواتك، وما تقلقش هخليه يحترمك شويه ويبيع سندوتشاتك ب10 جنيه. وبيستخدم جين عليه ضربه النمر والتنين وبيبعت له هجوم كبير جدا، بس الذئب بيكور نفسه وبيبقى اسرع وبيقدر يهرب منه، ما عدا هجوم صغير بيعوره. لكن هو برضه بيستخدم مهارة الشفا وبيعالج نفسه. وجين على طول ما بيضيعش الفرصة وبيهجم عليه بالرمح بتاعه، والذئب مش هيسكت، ده بيمسكه بسنانه وبيقول له بشر عبيط اديك خسرت سلاحك اهو. وبيدوس عليه بسنانه عشان يكسره، بس سنانه هي اللي بتتكسر يا عيني. وبيتفاجئ من قوة الرمح وبيقول له ده انت طلعت اقوى مما كنت اتوقع. وبيلغي جين سلاحه وبيجهز الجوانتي بتاعه وبيقرر يلعب معاه بوكس، وبيقول له ما تزعلش مني بقى، وبيضربه بالبوكسات في جسمه. وبعدين بيقدر يمسكه من رقبته وبيكتفه وبيقول له انت خلاص خسرت. فبيقول له الذئب في اللحظه ديت يلا قتلني مستني ايه. بينزل جين من فوقيه وبيقول له لا مش هقتلك، انت برضه ما كنتش عايز تقتلني لما هجمت عليا اول مره، لانك هجمت على كتفي مش رقبتي. بيضحك ليلي وبيقول له انا بصراحه مش بقتل غير الفريسه اللي هاكلها، غير كده لا، لاني شايف ان كل الكائنات ليها لازمه في الطبيعه وحرام ابوظ الطبيعه. بيقول له جين ده انت طلعت ذئب طيوبي وجميل خالص، بس انا بقى مش طيوبي زيك. وطلع بقى كل الجواهر الزرقاء والاحجار اللي معاك، فبيطلعهم الذئب وبيقول له هو انت طلعت حرامي ولا ايه؟ فبيقول له جين لا مش حرامي، بس اظن ان دول تمن رخيص قوي قصاد حياتك. انا شفت الجواهر ديت مع الغزاله اللي اصطادتها قبلك، ما تعرفش احنا بنعمل بيهم ايه؟ فبيقول له ليليو دي احجار بتستخدمها في المتجر اللي هيظهر مره واحده لكل اللاعبين، وانت هتقدر تشتري بيه اداه او عنصر هيساعدك على التطور وتبقى اقوى من الكل. بيشكره جين على المعلومه الجحده ديت وبيقول له ليليو بما انك كسبتني فانا هاخد جوهرتي وهخرج، بس ثانيه واحده كده، انت ايه رايك يا بشري من وحد قوتنا انا وانت ونبقى فريق واحد، وانا هسيب لك المركز الاول، انا كده كده مش فارق معايا اطلع الاول، ده انا هبقى مبسوط جدا لو طلعت في الترتيب بس. وبيظهر لجين رساله من النظام بان الذئب الهائل ده خلاك اعلى منه وطلب انه يكون تابع ليك، موافق ولا لا؟ بيتصدم جين وبيقول لأليكسا على فكرة ده مش بيكذب، وبيبتسم جين وبيدوس على موافقة، وبتخرج هالة بتختم وبتفعل الختم عليه، وبتعرف جين إن حارس الغابة ليليو من دلوقتي بقى تابع ليك. وبيقول له ليليو يا بشري خلي بالك مني بقى الفترة اللي هنكون فيها مع بعض، وأنا هوعدك إني هعمل كل جهدي عشان أساعدك. وجين بيبص له بصة شر وبيقول له حلو قوي، أول طلب هطلبه منك، وبحركة عبيطة جدا منه بيجري على بطنه وبيزغزغه وبيقول إنك تفضل ثابت عشان أعرف أزغزغ البطن الجميلة دي. ربنا ما يحرمك من العبط يا ولدي، بس الحنية حلوة مفيش كلام.
في اللحظة ديّة بيكون في حد بيراقبهم وليليو بيحس بيه وبيهجم عليه، وبيحصل بعدها انكسار على الجزيرة وجين بيسأل ليليو عن الزلزال اللي حصل ده، بيعرفوا ليليو إن الجزيرة من وقت للتاني بتتكسر عشان تجبر المشتركين إنهم يتجمعوا في مكان واحد، فبيقول له جين طب إيه رأيك في أخينا اللي طالع الجبل بكل تهور ده؟ بيقول له ليليو تحب أروح أهزمه؟ فبيقول له جين لأ إحنا كده هنكشف مكاننا، إحنا هدفنا الناس اللي مستخبية زينا وبتراقب، وفعلا حد بيحدف سهم على اللي طلع الجبل وبيعرف جين ان السهم ده جاي من الجانب التاني، فبيقول لليليو شفت احنا هدفنا بقى نمسك الرامي مش المحارب العبيط ده، وبتظهر واحده من الجنيات وبتكون هي اللي بتحدف السهام وبتقول ده درع المحارب ده طلع اقوى مما كنت اتوقع، بس برضه وراه لحد ما كسرهوله، ومره واحده بيظهر ليليو من فوقيها وبيهجم عليها وهي بتتعصب وكانت هتحدف عليه سهم وبتقول له ازاي ذئب ضعيف زيك يهجم عليا، لكن بتتفاجئ بهجوم جين عليها بالرمح بتاعه وبيديها واحد بيرزعها على الارض وبيقول لها يلا يا حلوه طلعي كل اللي معاكي لو عايزاني اسيبك عايشه، بتحاول البت انها تستعطفه بجمالها شغل بنات بعيد عنكم يا شباب، لكن جين الجاحد ولا بيتاثر وبيبص لها بكل شر وبيقول لها ولا حركت ليا الشعره وشكلك عايزه تبقي غدا للذئب الجميل ده، بتترعب البت وبتحدف الجواهر في وش جين وبتقول له بشري حقير، وجين بيستغرب وبيقول هو انا عملت حاجه غلط؟ انا في اللعبه والمفروض ما تهاونش مع اي حد، ومن اللحظه ديت مستحيل اسيب اي جن ياثر عليا، وبيبص بعدها على المحارب اللي كان بيتشلوح من كل الجهات، وجين بيقول لليليو يلا بينا نخلص على كل القناصين، وبيقدروا يهزموا مجموعه كبيره منهم وبيجمعوا كيس مليان بالجواهر الزرقاء، وبيقول له ليليو الليل جه علينا انت مش ناوي ترتاح شويه عشان تصحى فايق وتعرف تكمل؟ فبيقول له جين ننام فين بس؟ احنا في حرب لو غمضنا جفن ممكن نموت على طول، فبيقول له ليليو ما تقلقش بما اني ذئب المئات السنين فقدرت اعرف مكان جاحد مستحيل اي حد يعرف اننا مستخبيين فيه، وبياخده على كهف في جبل وبيقول له احنا هننام جوه هنا، وجيم بيقول له مستحيل الفتحه صغيره جدا انت مش هتعرف تدخل جواها، فبيقول له سيب الموضوع ده عليا برضه، ومره واحده ليليو جسمه بيتغير وبيتحول لبشري، لكن جين مش بيتصدم من شكله البشري قد ما بيتصدم وبيتكسف من جسمه اللي من غير هدوم، وبيقول له استر نفسك يا زلمه هيك مو منيح، وبيقول له ليليو ايه المشكله ما انا كنت طول الوقت جنبك من غير هدوم، فبيقول له جين دي نقره ودي نقره تانية خالص، وبيديله جين حاجه يستر بيها نفسه، وبيدخل الذئب ينام وبيصحى تاني يوم وبيرجع لهيئته الذئبيه وبيقول لجين نمت كويس يا بشري؟ بيرد عليه جين اللي بيكون باين عليه الارهاق وانه ما نامش نهائي وبيقول له انا كنت سهران بحط بوهية على الارض عشان اعرف باقي المحاربين بيروحوا على فين، وبيمشي ورا اثرهم وبيشوف في الخريطة انهم داخلين على النهر وبيقول له ليليو ايوه عندك حق انا شامم ريحة المية وحاسس كمان ان في ناس كتير مستخبية حوالين النهر ده، وبيزعق مرة واحدة وبيقول له ايه ده بص هناك كده يا بشري، فبيتخض جين وبيقول له في ايه في ايه، فبيقول له مش ده المتجر اللي المفروض بيظهر مره واحده بس، ومره واحده بيحصل اهتزاز جامد جدا وجين بيقول هي الجزيره بتتكسر تاني ولا ايه، بس لا ده بيكون بسبب المشتركين اللي بيجروا على المتجر، وبعدين بعدها بتقوم عركه قويه بينهم وبين الرماه اللي بيحدفوا سهام عليهم، وبيقول له ليليو مش المفروض اننا ندخل معاهم في القتال ده عشان نقدر نوصل للمتجر وناخد احنا العنصر اللي هيخلينا جاحدين، فبيقول له جين لا انسى خالص المتجر دلوقتي وخلينا نخلص على الرماة، وبعدين انا مستحيل اسيب ليهم العنصر ده بسهولة، بس انا عندي خطة حلوة قوي هقدر اخد بيها العنصر ده بمزاج. بس كده يا صديقي وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت، بس يا ترى ايه اللي هيحصل مع جين؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقة اللي جاية، وكالعادة يا اسطورة لو وصلت لحد هنا فيا ريت تدعمنا باللايك الجميل بتاعك، وعشان انتم ما وصلتوش الفيديو اللي فات ل1000 لايك فانا مش هنزل تاني يوم، ووصلوا الفيديو ده بقى ل1000 لايك، وكالعادة قبل ما نقفل يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا السلام.